نتبع العملية في هجوم. طبعا العملية هذه وحدها هي فيها خطأ لفايت الأهلي بنغازي. كان نرجع تو للقطة تو نشوف انه لاعب بتاع النصر او نشوف هني يدفع، او شوف هني الدفع كان واضح، او نشوف كان نرجع مرة أخرى. الحكم كان مفروض عليه انه يوقف المقابلة في اللحظة هذه بالضبط، واعلان على مخالفة لفايت لاعب اهلي بنغازي. فطبعا شوف تدخل تاع لاعب النصر يدفع به اللاعب، خلي الكرة تمشي توا. شفنا هون الدفع، الحكم طبعا ما يعتبرهاش مخالفة ويخلي الكرة تتواصل. واحنا علاش دائما نقول ما دام انت جاتك الفرصة في وسط الميدان، لو انه الحكم اعلن على المخالفة، ما نتصورش انه لاعب بتاع النصر باش يرفع يده احتجاجا على الحكم او اي لاعب، لان لا فيه لا فرصه، لا انه لا امام المرمى، لا انه فيه معناها حتى اي معناها فرصه وتكون حتى بسيطه. فالحكم ربما يخلي انه يتاحت فرصه اللي هي ما كانتش في محلها، اللي كان خطا ضد لاعب النصر، لان ما نعطيش فرصه للاعب اللي هو ارتكب الخطا، فيخلي الكره تمشي. ممكن في ظروف اخرى كان اللاعبين عندما يتسجل لهم الهدف يرجع لك للقطه من اولها، وطبعا يصير ما يصير، ومش لازم نستعرضوا معناها ربما الجزئيات والحيثيات.